فاش كتفكر في الجمال الطبيعي ما كيجيش في بالك هذا ولا حتى هذا. على الاغلب كتفكر في شي حاجه بحال هادي وحتى هادي واكيد هادي. حتى الرجال كيفكروا ان كاع العيالات في الاصل خاصهم يكونوا بحال هادي. ارفعي صبعك الا فايت قال لك شي حد ان كاع الرجال كيبغيو غير الجمال الطبيعي، ولكن ما كيقصدوش هادي. لا كيقصدوا هادي. الفكره ديالنا على الجمال الطبيعي ولات مشوش عليها وما واضحاش، لدرجه انه دابا ما يمكنش لك حتى تحدد شنو هو الجمال الطبيعي الاصلي وشنو هو اللي لا. وانا صراحه كنتفهم انه كاع عمليات التجميل والبوتوكس والفيلرز وكاع الحوايج اللي كتضيف على وجهك ممكن يبانوا الى حد ما حقيقيين، لدرجه انه احيانا ما كتقدرش حتى تفرق بين اللي دارهم واللي ما دارهمش. فاش ما كيبالغش الواحد على الاضافات اللي كيدير على وجهه، الا ما جاو قال لك اشنو دار ما يمكنش حتى تقول عليه دار شي حاجه. والرجال كيبقاو حاله خاصه، ما كيقدروش حتى يفرقوا بين الوجه الطبيعي واللوك ديال مايك اب نو مايك اب. ولا قلتي ليه شنو هما اللي طبيعيين بين هادو غادي يجاوبك ويقول لك كلهم ما دايرينش مايك اب. ولكن الا جيتي وقلتي ليه شنو الاجمل وشنو اللي كتفضل غادي يقول لك هادي طبعا. والجمال الطبيعي في هاد الاواخر ما بقاش كافي باش تسماي عندك جمال طبيعي ويتقال عليك واو خاص يدوزو على وجهك بزاف الاصلاحات. طبقا لهذا المقال، ميشيل كيغان وميغان ماركل عندهم اكثر وجه مثالي على وجه الارض، اي يعني عندهم ملامح كامله مكموله ما فيهم حتى شي غلطه. وكيم كارديشيان كتعتبر الاكثر جاذبيه واكثر وجه مرغوب به. وبلا حديث كيف ما فايت لي قلت قبل كتعتبر اجمل امراه على وجه الارض طبقا لمعايير علميه كتوصل ل 94%. هادشي كيخليك تفكر وتقول واش هادو غادي يحققوا هاد النسب الا تم الحكم عليهم من خلال وجوههم الاصليه، يعني بلا فيلر او بوتوكس وعمليات تجميل وكاع الاصلاحات اللي دازوا على وجههم. فواحد الزمن الجميل كتلقى مرة بحال هادي كتعتبر في قمه الجمال ديالها، وفعلا كانوا زوينات اكيد، ولكن رغم ذلك كتلقى كل وحده باقي محافظه على الحوايج اللي كتميز ملامحها، وكتلقاها فريده وما كتشبه لحد. رغم ذلك كتلقى الملامح ديالها ماشي مثاليين نهائيا. نزيدوا لهاد الاعوام الاخيره كتلقى مرة بحال هادي هي اللي كتعتبر الطب ديال الجمال الطبيعي. وهذا الشيء كيعني انه الجمال الطبيعي في الحقيقه ممكن يتشرى. ولا كتباني بحال هادي فراه المشكل الوحيد ديالك انك فقيره. كيف ما ممكن تخلقي بحال هكا ممكن حتى طبيب موهوب يطلعك بحال هادي. كلشي ولا فيك، من الضفران للرجلين للشفران للور للقدام الفم الحناك الفك الانف الشعر السنان، يعني بصراحه كلشي ممكن يتشرى. ولا نسيت شي حاجه قولها لي في كومنت. الجمال الطبيعي الغير الطبيعي ولا عادي وطبيعي بزاف ومتعارف عليه ومقبول ومطلوب. شنو فيها الا كانت بحال هادي ولات بحال هكا؟ فين المشكل؟ حتى شي تغيير غير عادي ما واقعش هنايا. الاكثر من هذا الشيء ان اكثر وحدين كيصفق لهم العالم على جمالهم الطبيعي هم اكثر وحدين بعاد عليه. ميشيل كيغان مثلا زوينه بزاف بمعايير علميه مازال، ولكن ماشي جمال طبيعي. هذه هي ميشيل في الحاله العاديه الطبيعيه ديالها، يعني باين انها دارت اصلاحات على وجهها. تشوف انه شدوها وصنفوها على انها جمال طبيعي ما كتدخلش للعقل. ينزل الجانر حتى هي كيخشوها مع الجمال الطبيعي رغم انها بعيده عليه. الجمال محسوبه عليه، طبيعي لا، لانها قدت فمها ونيفها وحجبانها. وطبقا لهذا الشيء تقدر تحسبها مع الجمال الطبيعي مادام ان الجمال الطبيعي ولا كيتشرى اصلا. بليك لايفلي حتى هي وحده من اللي كيحسبوها على الجمال الطبيعي، ولكن هذه هي بليك الاصليه وهذه بعض الاصلاحات. واتضح انها دارت عمليه تجميل على نيفها، على الاقل هذا الشيء اللي بان لي هنايا. باش تقول على بليك انها جمال طبيعي كيتعتبر ظلم كبير للناس اللي ما كيقدروش يخلصوا الاصلاحات لوجههم لان جمالهم الطبيعي ما طلعش بديك المثاليه. بريانكا تشوبرا اسمح لي نقول لك انها حتى هي تخشت مع الجمال الطبيعي رغم انها دارت عمليه تجميل لنيفها ولسنوات كانت كتنكر، ولكن في الاخير قالت انها دارت عمليه تجميل على نيفها لانه كان عندها مشكل في نيفها كيخص التنفس. ولكن الجراح اللي كان مكلف بالعمليه دار غلط صغير، الامر اللي خصهم يديروا تدخل تجميلي. نعم يا ساده، انها السبه اللي كيقولوا الاغلبيه. It's really stupid. It's completely rubbish rumors. Why the fuck you lying? بريان كمعلوم كتعتبر في قمه الجمال، ولكن بعد هاد العمليه صعيب نخشيوها مع الجمال الطبيعي.
في هاد الايام ما كافيش يكون عندك جمال طبيعي، انما خاصك تكوني كامله مكموله. شوف ليك ماني سامسون في البدايات ديالها كيفاش كانت كتهضر على راسها. I'm 20, I'm a natural beauty, real boobs, real hair and a really good ass. وهذه هي ماني دابا، وهي قالتها براسها، قالت ان الجمال الطبيعي ما كانش كافي، لهذا زلقات وبدات كدير اصلاحات في وجهها وحده تبع الاخرى باش توصل لوجه مثالي اللي عمرها تقدر توصل ليه. زوي كرافت حتى هي وحده من اللي كانوا في قمه الجمال ديالهم، وها هي دابا. شي حد منكم كيتساءل فين مشاو حناكا؟ نجيو لميغان فوكس، قمه الجمال، المراه الاكثر جاذبيه على وجه الارض. جمالها طبيعي ومثالي، ولكن كيفاش الواحد يقدر يوصل لهاد المثاليه؟ الجواب سيداتي سادتي انه حد ما يقدر يولي بهاد المثاليه، والسبب انه في الشهر اللي فات اخيرا ميغان قالت على الاصلاحات اللي دارت من بعد اعوام وهي كتنكر انها دارت شي حاجه. Had your nose done, you've had your tits done, and what? Botox and filler? That's it, right? وقالت ان كل اللي دارته هو بوتوكس وفيلر وعمليه على نيفها وصدرها، يعني ما كاين حتى شي حاجه غير طبيعيه هنايا. دابا انا بقى فيا الحال عليا وعليك وعلى كاع الناس اللي كيفكروا انه باش تحسب على الجمال الطبيعي خاصك تكون بحال هكذا. مبقاش كافي جمالك الطبيعي الاصلي اللي ما عليه حتى شي اضافات. دابا خاصك تباني بحال شي مونيكا. تقولي على ميغان فوكس ان جمالها طبيعي كي بحال اللي كتقولي على ليفر كينغ ان حتى هو طبيعي. المشكل مع الجمال الطبيعي في 2024 انه اللي كيتعتبر جمال طبيعي كيكون بعيد عليه باشواط، لانه مستحيل تلقى دابا اللي كيحسبوا على الجمال الطبيعي يكون وجهه خالي من البوتوكس والفيلر على الاقل. كاع الوجوه المشهوره اللي كاينين دابا وكيتحسبوا على الجمال الطبيعي كتلقاهم في الحقيقه ماشي طبيعيات. طبعا كانوا جمال طبيعي قبل ما يتجروا لهوس الاضافات والاصلاحات على وجههم باش يولي مثالي وجمال طبيعي اكثر من القياس. وباش تعتبر دابا جمال طبيعي خاص الفلوس لطبيب جراح موهوب باش يفصل لك العبارات الصحيحه باش تباني اكثر جاذبيه. ولكن ماذا على الاشخاص اللي ما عندهمش القدره يخلصوا على افضل التعديلات على وجههم؟ كيفاش غادي ياثر هذا الشيء على شخصيتهم وثقتهم براسهم الا نتايا كتمشي كدير تعديلات وكتجي وكتروج راسك على اساس انك جمال طبيعي؟ يعني اتليست الا درتي شي حاجه قول للناس اشنو درتي باش على الاقل هذا الشيء ما ياثرش عليهم بشكل سلبي. والمشكل الاكبر هو تشويه معنى الجمال الطبيعي اللي كيلغي الصوره الاصليه ديالك وكيهمشها ويعطيك نسخه اصليه ولكن عليها اضافات تجميليه. هنا السؤال ديالنا، واش الجمال الطبيعي مات ولا في بلاصتو الجمال الطبيعي الغير طبيعي اللي ولا كيتحسب طبيعي؟ شكرا على المشاهده، دير لي لايك وسبسكرايب، واللي كيعجبوك بحال هاد المواضيع قولها لي في كومنت حيت حتى انا كيعجبني نديرهم وخاصني غير معامن.